الحاجه اللي لازم تعرفوها انه كاين طرق ذكيه تخليك تلقى فرصه عمل بلا ما تبعث ولا سي في واحد. البروفايل تاعك في لينكدين هو يعتبر يعني اول سي في يشوفوا الشركات وين يقدروا يتواصلوا معاك ديريكتومون. بصح الشيء هذا ما يكونش من العدم، راح يكون انك يعني تملا كل الاقسام الخاصه بهذا البروفايل. دونك عندنا القسم الاول اللي ديما بايني هو هيدلاين، يجي في يعني من فوق كما راكم تشوفوا هنا. هذا القسم لازم يكون فيه ماشي غير فقط انك تهدر على نفسك، وانما ايضا الرؤيه تاعك. اذا كنت طالب جامعي فوالا تحلها تكون عارف الحاجه يعني الرؤيه اللي عندك ولا الهدف اللي عندك انت وتوضعه في الهيدلاين. بعدها عندكم سيكسيون تاع اباوت هذه واش دير فيها الطموحات نتاعك، يعني فوالا تهدر على روحك. وهنا فقط لازم تعطي لاتونسيون تاع العباد اللي رايحين يدخلوا يشوفوا البروفايل تاعك. الناس اللي تدخل تشوف البروفايل تاعك اكيد رايحين يكونوا اشخاص مهتمين طبيعه الحال، وجينيرالمون قادر حتى يكونوا من بينهم الناس اللي تريكروتي اسمها لي ريكروتور. بخاص كيف تقدروا تعرفوهم؟ اغلبيتهم كاين اللي يوضعوا كاين اللي ما يوضعوش. شفتوا في لافوتو تاعهم تلقاو هايرينغ، اسمها واحد ستيكر هكا بالموف. الهايرينغ هذا واش معناها؟ اسمه انه هذا الشخص راهو باغي يوظف افراد عنده. سا ديبون على طبيعه المنصب ولا العمل اللي راهو باغي يوظف هذاك الشخص عليه. بعدها يجيو باقي الاقسام اللي فيهم يعني تذكر المهارات نتاعك، الخبره المهنيه تاعك، اسكو تعرف لي لونغ ولا ما تعرفش، اذا من قبل شاركتي مسابقات، اسكو عندك اتشيفمنتس يعني انجازات معينه، اسكو انت كاتب صانع محتوى اتسيتيرا اتسيتيرا. ثم تذكروا اي حاجه راهي في بالكم راهي موجوده في الواجهات تاع البروفايل تاعكم. ثم ديريكتومون تضغطوا تلقاو لي سيكسيون، واذا ما تعرفوش تواصلوا معنا، احنا رايحين نعاونوكم باش تخدموا بروفايل احترافي على لينكدين. الخطوة الثانية اللي هي التفاعل مع منشورات الشركة ولا المؤسسة اللي راك مهتم بها. هنا فقط التفاعل كيفاش رايح يكون؟ مش يكون فقط انك تدير جام ولا جادور ولا تسوتني هذاك الشخص، لا لازمك ايضا تعلق. يعني والتعليق كيفاش يكون؟ راهو يكون وفق بروتوكول، ما تعلقوش فقط لمجرد التعليق، ما تروحوش وراء الانفعالات نتاعكم كي تشوفوا منشور وتروحوا تعبروا على الشعور. من لينكدين كيما ديما نعاودها ماهوش فيسبوك حاجه شخصيه، واهدر كيما تبغي، علق كيما تحب، عادي جدا بين شخصيتك، واحد ما يسالك. مي في لينكدين هنا لو بروبليم انك قادر تكون على طبيعتك، بصح دير يعني خذ بعين الاعتبار انه احتمال كبير انك لما تحوس على عمل هنا الامر هذا راح يضرك اكثر من اللي ينفعك. كيفاش؟ هنا ماذا بكم تكونوا احترافيين قدر المستطاع في لينكدين، خاصه اذا كنتوا تبحثوا على عمل وعلى وظيفه يعني محترمه ومليحه. هنا ماذا بكم على قد قيمه هذيك الوظيفه، على قد قيمه منشوراتك وتعليقاتك، وخاصه التعليقات، لانه التعليقات ايضا راهي تبان، وانطلاقا منها اللي رايحين يعني يقيموك الاشخاص اللي انت اصلا راك باغي تتوظف عندهم. راح يشوف تعليقك هذاك، قادر يشوفوا مسؤول HR تاع المؤسسه هذيك، قادر يشوفوا المدير شخصيا، قادر يشوفوا شخص يعني موظف في هذيك المؤسسه. ودير في بالك انه الاحتمالات راهو على قد ما تكون انت تخلي انطباع مليح، تبعث فايبس باللي فوالا انت كشخص راك بروفيسيونيل تعرف تهدر، يحسوا لما يشوفوا الاشخاص هذوك يشوفوك بعد راك انت عندك تاثير. الناس اللي ما تعرفش تعلق ولا ما تعرفش تعبر، هنا اخدموا على رواحكم، حاولوا قدر المستطاع انه دركا كل شيء عاد موجود. ابحثوا، شرشيوا، طوروا من انفسكم. عندكم مهاره ولا بليتو عندكم خبره في مجال معين، عادي شاركوا خبرات تاعكم، شاركوا افكاركم بطريقه وين يعني تحسس العبد هذاك اللي يشوفك بلي انت كشخص راك عندك تاثير وقادر تقدم له اضافه للمؤسسه نتاعو. لانه اي مدير شركه ولا اي مدير مؤسسه راهو يبحث عن الناس اللي يقدموا اضافه للمؤسسه تاعهم. النشر بانتظام، لانه هنا النشر راهو مهم جدا. علاش؟ دوك كاين بعض تحسهم انهم يقولك انا ما نبغيش نبان، انا ما نحبش نكون يعني باين بزاف، لكن الغالب احنا دركانا في عصر وين لازمك تبان. يعني ايفيدامون لازمك يعني على الاقل ما نقولوش انك تكون صانع محتوى، مي على الاقل تبوبلي
مرة في الأسبوع، يعني بانتظام بشكل منتظم، مرتين في الأسبوع ولا مرة في الأسبوع. المهم تببلي. وهنا كي تببلي ما تببليش عشوائي، لازم نوش تببلي. يا إما تمد نصيحة إذا أنت عندك يعني تجربة صغيرة، ولا إذا ما عندكش هنا مد يعني دروس ولا امور صارت لك وتعلمت منها دروس معينه، هنا شاركها مع الكوميونيتي تاعك. سواء يعني تكون عندك تجربه درتها من قبل، ماشي شرط تجربه مهنيه، المهم تجربه شاركت في مسابقه ولا موقف معين، ولا راح يعني تخرج بفايده. يعني لما الناس يقراوا هذيك التجربه نتاعك ولا يخرجوا بنتيجه ولا ياخذوا عبره ولا اي حاجه من هذا القبيل. المهم خلي روحك باين. علاش؟ باش الناس تحطك في بالها. دوك انا اليوم نشوف فلانه ولا فلان فات عليا المشروع تاعو، من ذاك غدوه ولا بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين نزيد نشوف بيبليكاسيون تاعو، هنا على الاقل نكون عندي فكره عليه وهزيت ذا فيرست امبريشن. سا ديبون واش هزيت، يعني قادر هزيت انطباع مليح عليه. لما يكون امر معين نحن ندخل البروفايل تاعو نشوف. ممكن في اللحظه هذيك مانيش كيما نقولوا حركريتي ولا رايح يعني ولا رايح نستفد منه كشخص، يعني في مجالي ولا في سيرفيس ولا مي اون اوتر فوا وين تكون نحتاج هذاك الشخص وانا نحتاج مجال في حد ذاته، هذيك الخدمه اللي يقدمها هذاك الشخص اللي نعرف باللي يقدر يقدمها اوطونكو راه يحوس على يعني وظيفه معينه، نقدر انا نستعين بهذاك الشخص. اسيدي نقولوا فرضا انا نحوس على ديزاينر، جرافيك ديزاينر. مع الوقت كي نشوف هذاك البروفايل تاع الشخص هذاك اللي يدير ديزاين، ممكن في اللحظه هذيك ما نحتاجش يعني شخص يدير ديزاين، مي افاس مع الوقت نكون عارفه هذاك فلان مال في ببلي، مال في يقدم تجارب معينه. علاش؟ هنا هو وشاو يدير، راهو يبني الثقه. انتم ابنوا الثقه، لانه دركا ما عادش كاينه فكره انه شخص يجي من بعيد يقول لك خدمني، يقول لك فوالا هيا تفضل معنا، ما عادش كاينه الا مانيش عارفه، يعني قله القليل، بالك الواحد في الألف. دوكا حاليا عاد اصلا باش شخص يستعين بيك ولا يوظفك عنده لازم تكون انت باين. فوالا راهو فلان عنده براند ولا عنده هو يعني صيغه معينه انا نعرفه انطلاقا منها. الرسائل القصيره، يعني هنا تقدر تراسل مسؤول اتش ار ولا يعني مسؤول المؤسسه هذيك وتتواصل معه. ما يكونش تواصل يعني مباشر تاع فوالا راني نحوس على عمل. هنا راح يكون انك تبين اهتمامك. سلام استاذ، اعجبني طرحك حول الموضوع الفلاني، حبذا لو انك تزيد تشارك معنا مواضيع اخرى في المجال هذا ولا في المجال اخر تذكره. قوم لازم هنا تعرفوا على الاقل. سيدي نقولوا ما تعرفوش تعبروا، روحوا للشات جي بي تي ولا روحوا لجيميناي ولا اي يعني اي تولز، اطلب منه فوالا اني حاب ندير رساله نبعثها الى مسؤول في الشركه الفلانيه، يعطيك هو بضع نماذج، انت هز اكثر نموذج وماذا بكم حاولوا انكم تموديفيو في هذاك النموذج باش ما تبانش، لانه ما تبانش فيه الصيغه الاليه هذيك تاع اله. بعض الاحيان شات جي بي تي يعطينا واحد الصيغه تبان تاع حاجه باينه مهزوزه كوبي كولي. لا احنا ماذا بينا نخلو فيها البصمات. المجموعات المهنيه هنا لينكدين فيه دي جروب خاصني سواء في مجال التسويق ولا يعني اي مجال كان. احضروا لي لايف، اسمها هنا اللايفات اللي يديروهم الاساتذه في المجال نتاعكم ولا المتخصصين في اي مجال كان، احضروا فيهم وتناقشوا، يعني ديروا اسئله، تواصلوا، تفاعلوا. علاش؟ باش هكا الكوميونيتي تاع هذاك المجال يشوفوكم واحتمال تلقاو فرص فيه.